السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معاذ وفيديو جديد. وفيديو النهارده الفيديو اللي هنتكلم فيه عن مباريات ليالي الأبطال والأسبوع الخامس في التشامبيونز ليج. المباريات اللي كانت منتظرة هنتكلم بالتفصيل عن مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وأكيد هنتكلم عن القمة اللي كانت منتظرة ما بين ريال مدريد وليفربول. مباراتين كانوا كبار جدا، هنتكلم عنهم بالتفصيل أثناء الفيديو. وبس كده. طبعا لو أنت مش مشترك أكيد تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان أول ما ينزل فيديو يوصلك إشعار على طول. معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديو بتكون مش مشتركه، فلو انت مش مشترك وعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصلك اشعار على طول. ان شاء الله منتظمين على نفس ميعادنا كل يوم خميس. وبس كده. طولت عليكم في المقدمه شويه، ولكن خلونا من غير كلام كتير نخش في التفاصيل. والحقيقة إن الأسبوع ده في الشامبيونز ليج فيه مباريات كتيرة حلوة، ولكن أكيد كنا كلنا مستنيين مباراة الديربي ما بين ليفربول وريال مدريد. ليفربول اللي كل مرة بيبقى رايح عايز يلاعب ريال مدريد عشان يرد حقه، ولكن بيخسر كل مباراة. خسر نهائيين دوري أبطال أوروبا، وبرضه آخر مباراة على الأنفيلد كانت 5-2 لريال مدريد. فلعيبة ليفربول كلها وكل مشجعين ليفربول عايزين المباراة دي تاني عشان يقدروا إن هم يكسبوا. والحقيقة إن ما كانش فيه فرصة إن هم يكسبوا ريال مدريد غير وهو في الحالة دي ريال مدريد اللي كان أداؤه وحش. ولكن خلينا كده قبل ما نخش في المباراة نتكلم على مباراة يوم الثلاث، وهي مباراة برضو بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. المباراة اللي كانت برضو ديربي، الاثنين لعبوا ضد بعض في نهائي الشامبيونز ليج، وقدر بايرن ميونخ ان هو يفوز، واتلعبت بعدها مباراتين كمان ولكن قدر باريس ان هو يفوز. فالمباراة دي برضو كان فيها تنافسية كبيرة، وقدر بايرن ميونخ ان هو يفوز بنتيجة 1-0. بدأ كومباني المباراة وهو ضاغط بنسبة كبيرة قوي على باريس سان جيرمان. والحقيقة ان بايرن ميونخ يعني كلنا عارفين طبعا بايرن ميونخ المباراة كانت على الاليانز ارينا، فالمباراة لما بتكون على ملعبه بيضغط بكل خطوطه، وفعلا ده اللي عمله كومباني. ضغط جامد قوي على باريس سان جيرمان وضغط بالفرقه كلها، ما بيخليش غير كيميتش في قلب الدفاع وجنبيه اوباميكانو، وعلى شماله كان من جاي. الثلاثه بيبقوا واقفين على نص الملعب وباقي الفرقه كله بيهاجم. طبعا الفونسو ديفيز من ناحيه الشمال، والناحيه الثانيه لايمر بالمناسبه عاجبني جدا، باك يمين مميز قوي، عرضياته كويسه وكمان بيكمل في ال 18. فكل ده ضاغط، لايمر بيزيد والفونسو ديفيز بيزيد، وفي نص الملعب جوريتسكا كمان بيزيد معاهم. وموسيالا طبعا موسيالا يعني لعيب مختلف قوي بصراحه، يعني هو اللي عنده الحاجه المختلفه، وهو اللي بيقدر ان هو يعمل حاجه مختلفه في كل فرقه بايرن ميونخ. هو اللي بيقدر ان هو يصنع الفارق، عنده الكرياتيفيتي شويه. واكيد هاري كين برضو اللي بيعمل دور صناعه الالعاب دي حلو قوي، بيفضي مساحه لسانيه ولكومان، الاثنين اجنحه سريعه. فهاري كين بيفضل في قلب الملعب كده بيسحب معاه قلب دفاع اذا ما كانش الاثنين كمان، لان هو خطير قوي. فكل الفرق بتكون حاطه عليه الاثنين قلوب الدفاع، فبيخرج بره ال 18 وبينزل كدور صانع العاب كده او كشادو سترايكر. بيخرج وبينزل لنص الملعب بيحاول ان هو يفضي مساحه لموسيالا اللي ممكن يكمل كراس حربه، او حتى الكومان وسانيه اللي ممكن يخشوا من الاطراف، والاثنين وينجات سريعه يقدروا ان هم يعملوا كل ده بكل سرعه. اما بالنسبه للناحيه الثانيه لويس انريكي مع باريس سان جيرمان، فهم برضو في ظل الضغط اللي عامله كومباني وفرقه بايرن ميونخ قادرين ان هم يتماسكوا، ما تفككوش خالص، او ما قدرش ان هو بعد كل ده بسرعه كومان بسرعه سانيه وخروج هاري كين من ال 18 وكمان موسيالا اللي بيزيدوا في ظل الضغط الكبير اللي انا قلت لكم عليه ده. ولكن باريس سان جيرمان كان متماسك جدا، خط الدفاع اللي كان فيه باتش وماركينيوس قلوب دفاع، ناحيه الشمال نونو مينديش، ناحيه اليمين حكيمي. كومان عمل عليه اداء كبير، وسرعته طبعا كومان سريع جدا واسرع من حكيمي، في ظل ان كمان ان حكيمي سريع، حكيمي مش بطيء، ولكن كومان كان اسرع منه. كان عامل خطوره كبيره جدا على المرمى ومضيع تقريبا انفرادين في كره لوب كده عملها ولكن ضاعت. وبرضه عايزه اتكلم عن حارس مرمى باريس سان جيرمان اللي هو ماسانوف، ليوناردو ماسانوف، ده حارس كويس جدا. اول مباراه ليه في الشامبيونز ليج ومقعد دوناروما بره على الدكه، حارس كويس قوي عجبني وعمل مباراه كويسه. موسيالا شاط عليه كوره صدها حلو قوي، وفي نفس الوقت بيلعب برجله كويس في ظل الضغط ده كله، واول مباراه ليه في الشامبيونز ليج. ودوناروما حتى مش مصاب فهو بيلعب مكانه، لا ده دوناروما قاعد بره، فاكيد ده برده ضغط عليه. ولكن في النهايه هو قدر ان هو يعمل مباراه كويسه جدا. وبصراحه باريس سان جيرمان دفاعيا كان يعني متوسط مش جامد قوي، ولكن في ظل الحاجات الكتير والهجوم الضاغط بتاع بايرن ميونخ، هاري كين اكيد راس حرب مزعج ولكن حجموه ما قدرش ان هو يعمل اي حاجه. موسيالا لما بيزيد في ال 18 برده قدروا ان هم يقللوا من خطورته شويه. وزي ما قلت لكم موسيالا لعيب كرييتيف، مش لازم يخش ال 18، ممكن يكمل ورا كومان، ممكن يروح ناحيه سانيه، فهو عنده الحريه في تلت الملعب الاخير بتاع باريس سان جيرمان ده اللي هو قدام ال 18، بيلعب في اي حته هو عايز يروحها، بيشوف المساحه فين وبيروح فيها. وعمل تسديده حلوه قوي على مسانوف، ولكن قدر ان هو يتصدى لها. فبصراحه مسانوف حارس مرمى كويس، واظن ان هو اللي هياخد فرصه بعد كده على دوناروما.
لويس انريكي قبل المباراة في المؤتمر الصحفي اللي بيتعمل قبل المباراة طلع قال يعني جملتين مهمين قوي، وهما اللي يعني الفرقتين، قال ان الفرقتين متشابهين، الفرقتين بيحبوا ان هما يعتمدوا على الاستحواذ، ولكن اللي هيبقى مش معاه الاستحواذ او اللي هيبقى سايب الكورة هو اللي هيعاني النهارده في المباراة. وده فعلا اللي حصل اثناء المباراة، ان هو يعني بايرن ميونخ هو اللي ماسك الكورة وهو اللي مسيطر على نص الملعب وهو اللي بيهاجم وهو اللي ضاغط، وباريس سان جيرمان هو اللي سايب الكورة، وده كان اكيد بيعاني منه باريس سان جيرمان زي ما لويس انريكي قال بالظبط. وفي ظل الضغط الكبير قوي اللي كان عامله كومباني، فاكيد هو واخد ريسك كبير من ناحيه الهجمات المرتده اللي بيعملها باريس سان جيرمان. وفي نفس الوقت ان عند باريس سان جيرمان في ديمبلي وباركولا، الاثنين صراع جدا يقدروا ان هم يتطرفوا كاجنحه، لان هم اصلا مراكزهم الاساسيه ديمبلي وينج يمين وباركولا وينج شمال. ولكن انريكي عارف ان هو يعني مش هيبقى ماسك كوره وهيعتمد على التحولات السريعه والهجمات المرتده، فكان بيلعب بالاثنين كراس حربه. وفي نفس الوقت هو عنده جونشالو راموس وكولو مواني على دكه الاحتياطي، فممكن يحتاجهم اثناء المباراه. فعلا هو نزل جونشالو راموس، ولكن هو بدا المباراه بديمبلي وباركولا، لان هو عارف ان هو بايرن ميونخ وكومباني هينزلوا ضاغطين على باريس سان جيرمان، فهو حاطط باركولا وديمبلي الاثنين كراس حربه، الاثنين صراع عندهم التحولات السريعه دي. وفعلا يعني بعد ضغط كبير قوي من بايرن ميونخ قدر باريس سان جيرمان ان هو واحده واحده كده يخش في المباراه. في الدقيقه 32 كانت اول فرصه خطيره فعلا لباريس سان جيرمان، كانت عن طريق ديمبلي، ان هو خدها وراح كده ناحيه اليمين وعملها ار2، ولكن نوير قدر ان هو يتصدى لها. وبعدها على طول الكره اتردت من نوير راحت لجواو نيفيز على حدود ال 18. جواو نيفيز لعيب كويس قوي، لعيب قصير كده نفس ستايل فيتينيا اللي بيلعب جنبه، الاثنين عملوا اداء حلو قوي في نص الملعب، والاثنين بيقدروا ان هم يحافظوا على الكره بشكل كبير. جواو نيفيز سدد كده تسديده بعد ما اتردت من نوير من تسديده ديمبلي، سدد تسديده حلوه قوي، ولكن ما قدرش ان هو يسجل، خرجت بره. وبعد الهجمه الخطيره اللي انا قلت لكم عليها بتاعه ديمبلي وجواو نيفيز، هجمه على طول بعدها ب6 دقائق جت ركنيه لبايرن ميونخ، ويقدر بعد تقدم اكيد اوباميكانو وكيم من جاي الاثنين اللي يعني طوال القامه في الكور الثابته دي اكيد بيكونوا مفيدين لبايرن ميونخ. وبالفعل كيم من جاي بيقدر ان هو يزيد ويسجل هدف عن طريق رأسية، هدف في وقت حلو قوي في الدقيقه 38 قبل نهايه الشوط الاولاني ب7 دقائق. طبعا الهدف اللي بيبقى قبل نهايه الشوط الاولاني ده بيغير حسابات كتيره، المدرب بيكون حاطط في دماغه حاجات هيقولها للفرقه لو الماتش خلص 0-0، ولكن بعد ال1-0 والنتيجه بتتغير، الكلام كله بيتغير. فالوقت ده حلو قوي ان انت تقدر ان انت تسجل فيه اهداف. وكمان بعد الجون ده بدقيقتين على طول نوير بيعمل الحاجات بتاعته دي الغريبه، اللي هو بيطلع في نص الملعب، وفعلا يعني قبل نص الملعب بشويه طلع كده ولعب الكوره حلوه قوي لكومان وقدام انفراد، ولكن كومان يعني ضيعها، كانت غريبه جدا في الدقيقه 40. فالهدف ده كمان لو كان جه كانت الحسابات هتتغير خالص. وينتهي الشوط الاول بنفس النتيجه، وهي نتيجه ال1-0 بعد سيطره كبيره من بايرن ميونخ وشويه هجمات كده على استحياء من لاعيبه باريس سان جيرمان بسرعه ديمبلي وسرعه باركولا، ولكن الشوط يخلص بنتيجه ال1-0. بايرن ميونخ المتماسك دفاعيا والمتوازن هجوميا، ناحيه اليمين لايمر عامل اداء كويس قوي، بيزيد مع سانيه، والاثنين لما بيبقوا مع بعض في ما بينهم كيمستري حلوه قوي. ناحيه الشمال نفس الكلام، الفونسو ديفيز بسرعته طبعا كلنا عارفينه، ومعاه كمان قدام كومان. وبعد بدايه الشوط الثاني على طول باريس سان جيرمان نازل ضاغط شويه على بايرن ميونخ، لان هو اكيد عايز يسجل هدف، واكيد دي كانت تعليمات من لويس انريكي ما بين الشوطين ان هو عايز يضغط شويه. ولكن بتصرف غريب جدا من ديمبلي في الدقيقه 56 يطرد بعد ما يعني الكره شاط الكره اتردت له تاني، ولكن ديفيز قطعها منه وبيجري بيها في ال 18 بتاعت بايرن ميونخ. ديمبلي يعمل تاكلينج غريب جدا على الفونسو ديفيز، يلبسه فيه وياخد الانذار الثاني بعد كان معترض على الحكم في الشوط الاولاني، ياخد انذار تاني ويطرد بعد يعني تصرف غريب. انا شايف ان التاكلينج ده ولا كان ليه اي لازمه. انت ممكن تعدي الفونسو ديفيز عادي والماتش هيكمل ولسه هيكون عندك فرصه ان انت تسجل. ولكن ديمبلي برده في خطه لويس انريكي مهم، فان لعيب مهم بالنسبه لك هجوميا وانت خسران يطرد في الدقيقه 56 من تصرف غبي كده، فبصراحه كان تصرف غريب جدا من ديمبلي. وبعد اكيد طرد ديمبلي، فالفرقه هجوميا باريس سان جيرمان هجوميا ما بقاش متحرك كده، او يعني ما بقاش في برضه لعيب ناقص هجوميا، فده اكيد بيأثر على الفرقه حتى لو هو ما عملش حاجه طوال الماتش، ولكن اكيد كان هيفيدك مثلا في هجمه مرتده بسرعته، او لو كان حاجه فرديه مهاره فرديه منه اكيد كان هيفيد الفرقه. فالفرقه بعد ما هو اتطرد، الفرقه يعني هجوميا ما بقاش في اي تغيير، او ما بقاش في اي كرياتيفيتي في الهجوم. فعشان كده لويس انريكي نزل ليه كان جين مكان زير ايمري في الدقيقه 65. زير ايمري برضه لعيب لسه صغير، اكتر لعيب في تاريخ الشامبيونز ليج يلعب عدد مباريات
خشبات وهو لسه صغير، فبرضه لعيب مميز وضيع كرة غريبة كده، الكرة جات له كان لوحده خالص ولكن قلشت منه في ال 18، ما قدرش ان هو حتى يسددها على الثلاث خشبات، ولكن لعيب كويس عنده مستقبل كويس، ولكن هو خرج ونزل مكانه ليه كان ان الكوري الجنوبي، وفعلا عمل كام كرة حلوين كده، حرك الشكل الهجومي شوية بعد خروج ديمبلي، بعد ما ديمبلي طرد هو حرك الدنيا شوية، ولكن برضه ما قدرش ان هو يعمل حاجة لوحده، لان كل الفرقة باركولا هجوميا مش قوي، ما ظهرش خالص في المباراة دي. فيتينيا وفابيان رويز و زير ايمري لما كانوا قبل ما يكونوا موجودين كانوا الثلاثة واخدين مهام دفاعية شوية، مش عايزين يتقدموا قوي، لان نص ملعب بايرن ميونخ خطير مع وجود موسيالا، لازم يكون موسيالا عليه عدد كبير من اللعيبة يضغطوا عليه عشان ما يقدرش ان هو او ما ياخدش راحته فيسدد او يكمل في ال 18. لعيب خطير قوي، فهجوميا نص الملعب ما كانش بيهاجم قوي، فكان خط الهجوم باركولا وليكانج ان الاثنين معزولين خالص عن باقي الملعب، فعشان كده ما قدروش خالص ان هم يسجلوا اي اهداف. وبس كده، من ساعة نزول ليه كان جه ما حصلش غير كام بس هجمة خطيرة لباريس سان جيرمان، وباقي المباراة بتكون كده في نص الملعب الكرة رايحة ما بين الفرقتين لحد ما المباراة خلصت، ما كانش فيه أي حاجة مميزة. هو ده كل اللقطات اللي حصلت، بيكون بس كور خطيرة كده على استحياء شوية من لعيبة باريس سان جيرمان. بايرن ميونخ متماسك دفاعيا مع وجود قلبين دفاع الاثنين خلاص بقوا ثابتين مع بعض وفاهمين بعض، وباميكانو وكيم من جاي ناحية اليمين، لايمر اللي أنا قلت لكم إن أنا معجب بيه وأظن إن هو خلاص هيستمر ناحية اليمين، مش هيجيب كيميتش يلعب باك يمين أو حاجة، لا هو كيميتش زي ما هو في نص الملعب كلاعب رقم 6 جنبه جوريتسكا، قدام موسيالا ناحيه الشمال الفونسو ديفيز، والقلبين الدفاع اللي انا قلت لكم عليهم اللي خلاص بقى في ما بينهم كيمستري حلوه جدا، والاثنين كمان لما بيتقدموا في الكرات الثابته بيفيدوا الفرقه في موضوع الرأسيات والتسجيل. وقدام سانيه وكومان الاثنين عملوا برضو اداء كويس قوي في مباراه كبيره زي دي، ان انت تعمل مباراه كويسه بيديك يعني دفعه للمباريات اللي جايه. واكيد هاري كين راس حربه برضو مفيد جدا للفرقه حتى لو ما سجلش في المباراه دي، ولكن بيفضي مساحه زي ما قلت لكم، بينزل لنص ملعب بيأدي دور صانع الالعاب شويه، بيفضي مساحه لكومان وسانيه، وبيفضي مساحه لنفس الكلام لموسيالا، لان هو اكيد بيسحب معاه على الاقل لو ما كانش الاثنين قلوب الدفاع هيسحب معاه قلب دفاع. فبصراحه تكتيكيا وهجوميا بايرن ميونخ كويس جدا، وكومباني الشغل بتاعه بدأ ان هو يبان على الفرقه. وبعد المباراة دي لو جينا نبص على ترتيب بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، فبايرن ميونخ موجود في المركز ال 13 لعب 5 مباريات معاه 9 نقط، وباريس سان جيرمان هنحتاج له بقى غواصة عشان نشوف هو وصل لفين. في المركز ال 25 لعب 5 مباريات معاه 4 نقط، ولكن باريس سان جيرمان لعب مباريات صعبة قوي بصراحة في الشامبيونز ليج. لو جينا نتكلم عن المباريات اللي لعبها، فهو لعب ضد بايرن ميونخ المباراة اللي احنا بنتكلم عليها دي وخسر بنتيجة 1-0، ولعب ضد اتلتيكو مدريد وخسر بنتيجة 2-1، وبي اس في ايندهوفن ده الماتش اللي هو تعادل فيه 1-1، وكمان لعب ضد ارسنال خسر 2-0. فهو لعب ضد فرق جامده قوي، اتلتيكو مدريد، ارسنال، بايرن ميونخ، ولعب ضد جيرونا دي المباراه الوحيده اللي هو كسبها. فهو يعني نسبيا لو جينا نبص على مبارياته فهو لعب مباريات تقيله، مباريات صعبه. جيرونا الماتش الوحيد اللي هو قدر ان هو يكسب فيه وتعادل ضد بي اس في ايندهوفن، خسر من ارسنال ومن اتلتيكو مدريد ومن بايرن ميونخ. فهو كل المباريات الكبيره والفرق الكبيره خسر فيها، ما كسبش غير ضد جيرونا. ما اظنش ان هو ممكن حتى يعني اظن ان هو اكيد هيخش في ال 24 ويلعب تصفيات بقى بعد كده، ولكن ما اظنش يعني بنسبه كبيره بنسبه 90% مش هيكون في الثمانيه الاوائل، واكيد مش هيكون في الثمانيه الاوائل. هيلعب بقى ما بين التاسع ال 24 هيعملوا التصفيات بتاعتهم دي، ممكن ان هو يوصل ما بينهم، لسه فاضل له 3 مباريات، اظن ان هو لازم يكسب في الثلاثه عشان يوصل حتى في مركز كويس. وبس كده، هي دي كانت كل النقط بالنسبه لمباراه بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. خلينا بقى نخش على المباراه الاكبر ومباراه القمه في الاسبوع ده، في الاسبوع الخامس في الشامبيونز ليج، وهي مباراه يوم الاربعاء، وهي اكيد مباراه ليفربول وريال مدريد.